صباح الفل يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبين لنا ايه النهارده؟ جايبين رز وجايبين مكرونه وجايبين عدس وجايبين حمص وجايبين شعريه. هنعمل مع بعضنا الكشري المصري بتاعنا اللي هما بيقولوا عليه كشري محوج. يلا بينا نشوف خطواته. معانا اول خطوه حلتين فيهم ميه. الحله الكبيره دي فيها مكرونه اللي هي مكرونه الكشري، المكرونه الصغيره والمكرونه الاسباجيتي. والحله الصغننه التانية اللي جنبها دي بنسلق فيها بنسلق فيها الحمص. حطينا فيها طماطمايه متقطعه 4/4. القوطه بتفرق معاها وفيها جدا، بتديها طعم جميل جدا وبتديها لون جميل جدا، وهعرفك هنعمل بيها ايه كمان في اخر الخطوات، بس تابعيني للاخر وانت هتعرفي. ادينا نزلنا بالمكرونه. كده هنحط للحمص بتاعنا كمون، وهنحط له ملح، وهنسيبه بقى مع بعضهم. هنسيبهم كده ايه مع نفسه لحد ما يستوي. على فكرة الحمص بننقعه قبلها بشوية، يعني مش سايباه على طول، لا، بنقعه وبسيبه وبعد كده بسلقه عشان ما ياخدش مني وقت طويل في السليق وكده. فانتي نقعيه يعني قبلها 4 5 ساعات، وفي ناس بتنقعه قبلها بيوم، فدي على حسب اختيارك انتي. بس وبتسلقيه وخلاص. على كده بتحطي له بقى اللي انا قلت لك عليه، الطماطمايه والملح والكمون، وما تنسيش، وتبقى طعمها وريحتها تحفه. هقول لك هنعمل بيها ايه مع بعضنا. هنا جبنا طاسه فيها زيت. ايه كميه الزيت دي كلها؟ الزيت ده احنا هنعمل بيه باقي الخطوات بتاعتنا النهارده كلها، يعني مش هنرمي منه حاجه، احنا هنصفيه بعدها وهنشتغل بيه. يلا وهوريكي هنعمل ايه. كده انا بنزل بالبصل مقطعاه جوانح اللي هو جوليان، و... وهنزل بيه على الزيت وهسيبه يقدح كويس جدا، وهنزل بيه على الزيت اديله رشه ملح زي ما انتوا شايفين، ودي اختياري مش اجباري، يعني اللي حابب يحط، اللي مش حابب خلاص. ودي رشه نشا علشان خاطر يديله القرمشه اللي هي زي بتاعت بره، وبتبقى بصراحه بتفرق وبتبقى جميله جدا. نشوف مع بعضنا. كده خلاص. الحمص طلع. كده هنحط العدس بتاعي انا مش نقعاه، العدس بتاعي انا منقياه وغسلاه وسايباه. انا بس بوريهولكم اهو نازل بميته، ما كنتش ناقعاه خالص. البصل بتاعنا احمر وطلع اهو. وما بما ان العدس مش منقوع فمش هياخد وقت طويل معانا في التسويه. باقي الزيت بتاع البصل صفيناه، وهنعمل اهو الرز بتاعنا. ادي الشعريه احمرت واخدت اللون اللي احنا عايزينه كده. هننزل بالشعريه بتاعتنا، هننزل بيها بقى، هننزل على الرز ده عليها. في شويه رز. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ اصبروا يا جماعه اصبروا، هنصفيهم وهنرجع نحطهم تاني، ما تستعجلونيش. اهم يا جماعه اتحطوا تاني. طبعا هنقلب في الرز بتاعنا وهنشوحه زي ما احنا متفقين. الرز بتاع الكشري مش بياخد غير الرز عامه ابو شعريه، مش بياخد غير الملح والفلفل الاسود وخلاص. على كده كده انا نزلت عليها اهو بالعدس بتاعي. عشان كده بقى هيكمل تسويته في قلب في قلب الرز. في ناس بتحب تشيل العدس من الميه وتديله تنشيفه كده على النار، لا انا عملت كده عشان انا مش نقعاه، فكده هيكمل تسويه في قلب الرز بتاعه. كده هيبقى تمام جدا. ادي نزلنا بالملح، وادي نزلنا بالفلفل الاسود اهو. والتركه الحلوه اللي بتديله طعم وريحه غير طبيعيه ومميزه، الكزبره. الكزبره الناشفه بتاعتنا. على فكره الكزبره الناشفه سر نجاحك في كل اكلاتك. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الصلصه بتاعتنا، وبرده طبق الزيت اهو، ده اللي طالع من البصل. كده هنحط هنعمل الصلصه بتاعت الكشري بتاعتنا. هنحط له معلقه توم، نقلبها كده تقلبتين تاخد لها تشويحتين حلوين. هنا بقى كده بالخطوه اللي هتحصل دي او اللي حصلت دلوقتي كده، البيت هنا كله عرف ان مي النهارده هتعمل كشري. احنا حطينا كزبره وحطينا كمون مع قلب مع التوم، كده ادت ريحه غير طبيعيه جميله جدا. الكل كده عارف النهارده ان مي بتعمل كشري. ودي كده انا حطيت شويه سكر عشان يعدل الحموضه بتاعت الصلصه بتاعتنا. هنا بقى الدقه وسرها وجمالها كله بقى. تعالي بقى هقولك، دي ميه الحمص اللي احنا عملناها، وحاطين فيها فصين توم، واللي في الكوبايه دي يا جماعه خل وليمون. يعني انا عامله عصير ليمونتين
وخل. ادي الرز بتاعنا خلاص، وادي الصلصه بتاعتنا شغاله. هنا بقى احنا عملنا ايه؟ حطينا ميه الحمص، وحطينا ربع كوبايه خل، وعصير ليمونتين، والثوم بتاعنا. سر انك انتي تعملي دقه بلدي حلوه كده انك انتي تحطيها على النار. انا كده نزلت عليها بشويه ملح وشويه كمون، مفيش اكتر من كده. انتي هتسيبيها على النار. بصي بقى، كل اللي على الوش ده ظهر ده كده، كل ده هيتصفى، بس ده اللي لازم ينزل على النار، هو ده اللي بيدي الريحه والنكهه والطعم غير طبيعيه، زي الدقه بتاعت بره بالظبط كده. فارت دي طبعا ما تسيبش من ايديك لانها مش بتغلي، بتفور كده. خلصنا من الدقه خلاص، احنا هنصفيها وهنقدمها. دي بقى الشط اخر حاجه. وادي الزيت بتاعنا خلص اهو. الزيت حطينا زيت ما يقدحش خالص، هنحط عليه معلقتين شطه حراقه، ومش هندي فرصه ان الزيت يتقدح، لا الزيت هيبقى على البارد، وننزل عليه بمعلقتين شطه وهنقلبه تقليبتين. تعالي بقى هنا من الدقه هنحط عليها قيمه معلقتين 3 عشان ده الشطه تبقى شطه زيت حلوه محترمه، فيها دقه وفيها خل وفيها ليمون وفيها كل حاجه. بصوا التكتكه دي صعب جدا. احنا تعبنا والله النهارده من الشطه دي بجد. وهننزل عليها بمعلقتين صلصه، ودي احلى شطه زيت هتاكليها، زي بتاعت بره بالظبط. ودي كده خلاص كانت اخر حاجه في وصفاتنا النهارده. كده خلاص فاضل التقديم. طبعا انا عملت طبق فيه صلصه وطبق ساده للي حابب كده. ادي الشطه بتاعتنا، وادي الدقه، وادي الصلصه، وادي الحاجه. يا رب ان شاء الله وصفاتي تعجبكم. ما تنسوناش في الشير واللايك، ودعموا القناه عشان يوصلكم كل يوم جديد. باي باي.